العاشر من هذا الشهر. طبعا التربص كما نتابع في هذه الصور جرى في ظروف جد ملائمة ارتاحت لها العناصر الوطنية التي التحقت بمقر إقامة المنتخب الوطني تباعا، خاصة العناصر التي لعبت نهاية الأسبوع أي السبت والأحد في مختلف البطولات الأوروبية. النخب الوطني والطاقم الطبي كذلك خاصة تمكن من التقييم الطبي للاعبين المصابين والذين قد يشاركون في نهائيات كأس إفريقيا. هذه الأجواء التي تشاهدون معنا من الشطر الأول من التربص الذي يجريه المنتخب الوطني، قلت بالكاستولي بضواحي مدينة مارسيليا، استرخاء اللاعبين بعد وصولهم تباعا لمقر إقامة المنتخب الوطني بحضور إعلامي مكثف لمختلف الوسائل الإعلامية الأجنبية وكذلك العربية التي تتابع كل كبيرة وصغيرة عن استعدادات المنتخب الوطني، خاصة وأنه المنتخب العربي الوحيد المشارك في نهائيات كأس العالم 2010. وهذه كذلك جانب من الأجواء بين اللاعبين الطاقم الفني الطبي والإداري داخل الفندق الذي تجري به التحضيرات. بعد ذلك وبعد الصور يا رياض نستمع للناخب الوطني ربح سعدان الذي تحدث في ميكروفون الزميل سامي نور الدين عن التربص. بعد هذه الصور وأجواء التربص أو الشطر الأول من التربص نستمع للناخب الوطني ربح سعدان في ميكروفون سامي نور الدين. التربص هذا منقسم على مرحلتين. المرحلة الأولى هي خاصة لأن ما نساوش لاعبين خاصة المحترفين وقفوا التدريب تاعهم من يوم، يعني الأغلبية من مدة 4-5 أيام، يعني راحة تامة، ودرك رجعوا معنا إلى التدريب. لهذا الهدف الرئيسي هو استرجاع للتدريب وكذلك استرجاع كذلك من ناحية لأن احنا في كما نقولوا استرجاع للراحة، يعني باش لأن فترة طويلة مرت، يعني تقريبا 6 أشهر في منافسات وتحضير الفترة الأولى تاع الموسم. درك على طول احنا نسترجعوا شوية الجسم تاع اللاعب باش يكون متحضر للمرحلة الثانية. ثالثا تقييم طبي، لأن يعني حتى أغلبية تاع اللاعبين باش يشوفوا ثاني من الناحية الطبية ما هي وضعيتهم. ورابعا طبعا احنا نستغلوا الفترة هذه لأن احنا داخلين في من بعد التصفيات درك المباريات نهائيات كاس افريقيا وكاس العالم. لهذا راح نديروا اشياء نظاميه جديده راح تدخل كتابيا، وتدخل طبعا لكل المسؤولين اللي معنيين بالامر، وخاصه حتى معنا السيد محمد روراوة راح يدخل في شؤون، يعني في الاشياء اللي خاصته من ناحيه النظام تاع المنتخب في الفتره هذه تاع 6 أشهر ان شاء الله بحول الله. المرحله الثانيه
طبعا راح تبدا من بدايه شهر جونفي، من 2 جونفي. هي الحقيقه في اول جونفي في الليل في المساء كل اللاعبين يكونوا موجودين، ولكن التمارين تبدا من 2 جونفي. والهدف الوحيد هو التحضير مباشر تقنيا ونظاميا إلى كأس افريقيا، يعني تسمى إلى غاية 6 جانفي راح تجري هنا التحضيرات النظرية والتحضيرات التطبيقية في الملعب طبعا، مباشرة إلى المباراة الأولى ضد الملاوي. وبعدها عندنا اليوم 7 هو تاريخ السفر، لأن 7 هو يوم السفر مباشر إلى من مارسيليا إلى لواندا.